مساء الخير على احلى مستمعين في الدنيا، مستمعين راديو مصر على الهواء. معاكم ميار محمد وحلقه من برنامج سبوت لايت. فكره برنامجنا بتتكلم عن الافلام اللي اثرت فينا ومهما مرت السنين عمرنا ما بننساها لانها ساعدت في تكوين جزء من شخصيتنا. عنوان حلقه النهارده هو مخرج على الطريق، ودي حلقه اهداء للمخرج العبقري الراحل محمد خان. هنتكلم فيها عن اهم افلامه وجزء عن حياته الشخصيه وتفاصيل عن حياته. وسؤال حلقه النهارده هو ايه فيلمكم المفضل للمخرج الراحل محمد خان؟ وانا اول واحده هجاوب على سؤال حلقه النهارده. فيلمي المفضل هو الحريف، وبحب مقدمه الفيلم اللي بصوت استاذ احمد زكي. تقدروا تتواصلوا معايا عن طريق كل منصات التواصل الاجتماعي: فيسبوك، تويتر، انستجرام، تيك توك، ايجي اون اير، او من خلال موقعنا الالكتروني www.egyonair.com. الفقره دي هنتكلم عن اهم 10 افلام مصريه في فتره الثمانينات، والليست دي انا حابه اوضح ان هي وجهه نظر شخصيه. وبعدين عندنا فقرة هنتكلم فيها عن جزء behind the scenes، واخر فقرة هنرشح لكم فيلم الاسبوع اللي انتم المفروض تتفرجوا عليه الاسبوع ده. انا شايفة ان افلام الثمانينات ساعدت في تكوين شخصية، ودي من اهم فترة كانت عاملة طفرة في تاريخ السينما المصرية. سينما الثمانينات طلعت لنا من اهم المخرجين، والنقاد قالوا عليها ساعتها سينما الواقعية، ومنهم مخرجنا العبقري الراحل محمد خان وخيري بشارة وعاطف الطيب. فيلمنا الاول هو البيه البواب، وده من بطولة احمد زكي، وكان سنة 78، والفيلم نجح جدا ساعتها والناس فاكراه لحد دلوقتي. وتاني فيلم حابين نتكلم عنه هو فيلم المشبوه اللي كان سنة 81، واللي كان بيجمع سعاد حسني بعادل امام، والفيلم ده ليه مكانة خاصة جدا في قلبي. نيجي بقى لفيلم الكيف، والجملة اللي علقت معانا كلنا: بحبك يا ستموني مهما الناس لموني. بحبك يا ستموني مهما الناس لموني. فيلم الكيف كان سنة 85، والكيمستري بين يحيى الفخراني ومحمود عبد العزيز كانت قوية جدا في كل مشاهدهم مع بعض. الغش هو التحايل على إعطاء صفة الجودة لشيء غير جيد. احنا هنا بقى بنعمل العكس طبعا. احنا هنا بنعطي الناس شيء غير ضار في صورة الشيء الضار اللي هم متعودين عليه، وفي نفس الوقت بنحميهم من الضرر وبنسرق فلوسهم. لا، بناخد تمن علاجهم وحماية صحتهم من أضرار المخدرات، بالظبط يا أخي زي الدكتور ما بياخد تمن الفوزيتا. رابع فيلم هو سواق الأتوبيس، وده من أهم أفلام الثمانينات. الفيلم كان بيتكلم عن الشارع المصري وقتها بكل واقعية. الفيلم كان سنة 82، وده كان من بطولة نور الشريف وميرفت أمين، ومن إخراج حبيبنا عاطف الطيب. خامس فيلم حابين نتكلم عنه هو فيلم العار اللي كان سنة 82. فيلم العار لسه معلق مع الناس لحد دلوقتي، وتم إعادة العمل، عملوا ليه مسلسل سنة 2010 من بطولة مصطفى شعبان، أحمد رزق، شريف سلامة. مشهد النهاية بتاع محمود عبد العزيز اللي في الفيلم وهو بيقول ملاحة الملاحة وحبيبتي ملو الطراحة، ده معلق مع الناس كلها لحد دلوقتي. الملاحة والملاحة وحبيبتي ملو الطراحة. فيلمنا رقم 6 هو حب في الزنزانة اللي كان سنة 83، واللي كان من بطولة سعاد حسني وعادل إمام. وقد ايه الرومانسيه بينهم في الفيلم ده كانت باينه جدا. فيلم رقم 7 هو الافوكاتو، ده كان سنه 83، وده من بطوله عادل امام ويسرا، والفيلم ده بيقدم كوميديا بطريقه فانتزي كده، ومن اخراج رأفت المهين. من اهم الافلام المصريه، واغنيه حدوته مصريه اللي علقت مع الناس كلها. وبما ان حلقتنا النهارده بعنوان مخرج على الطريق، وبنهديها لمخرجنا العبقري الراحل محمد خان في اخر فيلمين من اخراج محمد خان. الفيلم التاسع هو زوجة رجل مهم اللي كان سنه 78، ومن بطوله احمد زكي وميرفت امين. وطبعا محدش مننا بيشوف الفيلم الا وبيتصدم من تقمص احمد زكي للشخصيه. والفيلم الاخير هو برضه فيلم لمحمد خان، هو خرج ولم يعد، وزي اسم الفيلم حصل بالظبط في الفيلم. اول مره شفت الفيلم ده انا كنت عايز اخرج وامشي واعمل زي يحيى الفخراني في الفيلم بالظبط واسيب كل حاجه. الفيلم كان سنه 84، وده كان من بطوله فريد شوقي وليلى علوي، والفيلم كمان كان بيفتح نفس الناس كلها على الاكل. حابه اكتر اتكلم عن فيلم الحريف لان انا قلت لكم ان ده فيلمي المفضل للمخرج الراحل محمد خان. لسه مستنيه اجاباتكم للسؤال ده: ايه فيلمكم المفضل للمخرج الراحل محمد خان؟ وتقدروا تتواصلوا عن طريق كل منصات التواصل الاجتماعي: فيسبوك، تويتر، انستجرام، ايجي اون اير. تعالوا نحكي حاجات behind the scenes لفيلم الحريف وتفاصيل عن المخرج الراحل محمد خان. محمد خان كان بيحب اسم فارس جدا، ده اسم بطله في ثلاثيه الافلام اللي خان كان نفسه تبقى من بطوله احمد زكي، بس ما حصلش نصيب. نبدا باول فارس وهو احمد زكي فعلا في فيلم طائر على الطريق، وبعدها فارس في فيلم الحريف اللي كان بطله هيبقى احمد زكي. بس ساعتها زكي عمل حاجه، حلق شعره زيرو، وخان اتضايق جدا من الموضوع ده لان هو كان طالب منه ساعتها ان هو يسيب شعره وشنبه، فاضطر خان يستبدله بعادل امام. وراح خان لزكي عشان يبلغه ان هم اختاروا عادل امام لفيلم الحريف، ورد
رد فعل زكي كان تمام جدا ساعتها وبارك لهم، والدنيا كانت كول جدا ما بينهم، ودخل وقال لهم انا داخل الحمام، ودخل فعلا الحمام. ولان خان وزكي كانت علاقتهم دايما نائر ونقير ما بين بعض، بعد فتره حكى زكي لخان ان هو دخل الحمام عشان يشتمه، وعشان خان ما يسمعش شتمته بودان، واتعمل فيلم الحريف وكان بطله فعلا عادل امام. نيجي بقى للمقدمه اللي كتبتها امنيه جاهين بنت صلاح جاهين، واتاخدت لفيلم الحريف لانها كانت مناسبه ليه جدا ساعتها، وطلب خان من احمد زكي ان هو يقولها، وقال له انا مش شايف حد غيرك ينفع يقول المقدمه دي. وفعلا قال احمد زكي المقدمه بتاعه فيلم الحريف، بس بسبب المشاكل اللي كانت بينه وبين عادل امام وقتها طلب ان اسمه ما يتكتبش ولا يتذكر خالص ولا يتعمل له شكر في الفيلم، وده حصل فعلا وقتها. مقدمة فيلم الحريف اللي كتبتها أمنية جاهين واللي بتقول: في ناس بتلعب كورة في الشارع، ناس بتمشي تغني تاخد صورة في الشارع، في ناس بتشتم بعض تضرب بعض في الشارع تقتل بعض في الشارع، في ناس تنام على الأرض في الشارع وناس تبيع العرض في الشارع، وفي الشارع أخطاء كتير صبحت صحيحة، لكن صحيحة تكون فضيحة لو يوم نسينا وبوسنا بعض في الشارع. في ناس بتلعب كورة في الشارع وناس بتمشي تغني تاخد صورة في الشارع، في ناس بتشتم بعض تضرب بعض تقتل بعض في الشارع، في ناس تنام على الأرض في الشارع وناس تبيع العرض في الشارع، وفي الشارع أخطاء كتير صبحت صحيحة، لكن صحيح هتكون فضيحة لو يوم نسينا وبوسنا بعض في الشارع. نتكلم عن فارس رقم 3 وهو أستاذ محمود حميدة. آخر فيلم في ثلاثية فارس للمخرج العبقري الراحل محمد خان هو فارس المدينة، والاختيار الأول كان برضه لأحمد زكي، بس برضه حصل خلافات بينهم، فراح الفيلم ساعتها الأستاذ محمود حميدة. حب خان يستفز أحمد زكي جدا وقتها، وكتب على بوستر الفيلم هو فارس المدينة ومحمود حميدة، تمام؟ فطبعا ايه اللي حصل؟ أحمد زكي اتضايق جدا وقتها واتعصب جدا من خان، وكان الموضوع ده مضايقه جدا، وبعدها قابل خان وقال له بقى هو بقى فارس المدينة، والموضوع قلب ضحك ما بينهم. كتب خان في كتابه مخرج على الطريق انه اتفاجئ بمرض أحمد زكي وهو في مطار القاهرة مسافر سويسرا، وافتخر قصة كده كانوا دايما بيحكوها ويضحكوا عليها مع بعض، قصة مخرج فرنسي اسمه فرانسوا وخلافاته مع ممثل اسمه أوسكار. المهم ان هم كانوا بيشتغلوا وجمعتهم افلام كتير مع بعض، وكانوا الاثنين مواليد برج العقرب زي احمد زكي ومحمد خان بالظبط. لما مات واحد فيهم التاني مات بعده ب3 شهور، فكتب خان لزكي لما رجع من السفر: لا تمت، هناك أفلام ربما تجمعنا. بعد 17 سنة من عرض فيلم في شقة مصر الجديدة، المخرج الراحل العبقري محمد خان بيتم عرضه تاني في سينما زاوية في القاهرة بنسخته المرممة. الفيلم من بطولة خالد أبو النجا وغادة عادل وعايدة رياض، والفيلم بيتكلم عن نجوى مدرسة موسيقى من المنيا وبتسافر القاهرة عشان تدور على مدرسة الموسيقى اللي علمتها الموسيقى وهي صغيرة في المدرسة. المهم إن نجوى سافرت القاهرة وابتدت تدور على مدرستها فعلا، بس هي مش بتقابل مدرسة الموسيقى بتاعتها طول الفيلم، هي بيوصلها منها جواب بس ومش بتلاقيها. بس الأهم من كل ده إن هي بتلاقي اللي ما خطرش على بالها ولا كانت بتدور عليه أصلا. الحقوا احجزوا فيلم في شقة مصر الجديدة في سينما زاوية في القاهرة. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهارده. بنتمنى تكونوا شاركتونا حب السينما وحبنا للمخرج الراحل محمد خان واستمتعتوا بحلقتنا. مستنيه اقتراحاتكم وحابين نتكلم عن ايه الحلقه الجايه. تقدروا تتواصلوا معايا عن طريق كل منصات التواصل الاجتماعي: فيسبوك، تويتر، انستجرام، تيك توك EGONAIR، او من خلال موقعنا الالكتروني www.egionair.com. كان معاكم ميار محمد وبرنامج سبوت لايت.